السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات. الجو حر ومحتاجين حاجة حلوة ترطب على قلبنا. انا هنا عملت ايس كريم الاوريو. اكتفيت بكده؟ لا طبعا، عملت كيك بايس كريم الاوريو. تعالوا كده نشوف مع بعض، طعمها يجنن. في منا اللي حب ياكلها وهي مجرد عينينها في التلاجة، وفي مننا اللي حب ياكلها ايس كريم وتكون في الفريزر. المقادير سهلة وبسيطة، ويلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة كان عندي بواقي كيك شوكولاتة كنت شايلاه في الفريزر، وعندي كريم شانتيه ضفت عليه كاكاو خام او شوكولاتة حسب ما انتي تحبي. جبت عندي بسكوت اوريو برضو العدد حسب افراد الاسرة، كسرته كده بايدي وقلبته على الكريم شانتيه اللي كان عليه كاكاو خام او شوكولاتة دارك اللي يريحك. جبت عندي الكاسات اللي هقدم فيها، ما هو كده كده هو ايس كريم فلازم اقدمه في كاسات الايس كريم، واتلجه او اسيبه في التلاجة من تحت حسب ما افراد اسرتك بيحبوا ياكلوه. جبت الكيكة وحطيت اول طبقة في الكاسات من الكيكة، والطبقة اللي فوقيها من كريم شانتيه اللي بالاوريو او ايس كريم الاوريو. ما هو الايس كريم انا بعمله بنفس الطريقه، بجيب الكريم شانتيه الخام بضربه كويس قوي بشويه لبن يكونوا ساقعين، ولو عندك حليب مكثف مفيش يبقى معلقه عسل جلوكوز او عسل نحل تقيل، وبضربه كويس او اضيف في البسكوت واشيله في الفريزر ليله كامله. ده الشكل بتاعنا. اكتفي بكده؟ لا، انا عايزه ايس كريم بقى ايس كريم. جبت 200 جرام من الشوكولاته الدارك او شوكولاته المطبخ المتوفره عندك، يا دوبك سيحتها على حمام مائي، او اكتفي ان انتي كسريها وهاتي كوباية لبن تكون سخنة وتضيفي على الشوكولاتة وقلبيها، يبقى عندك جناش شوكولاتة تحفة جدا. ابدأ بقى اضيف معلقة على كل وش كاس من الكاسات بتاعتي، واحط كمان بسكوتة اوريو عشان اعرفهم ان هيلاقوا جوه بسكوت اوريو، وادخله يا اما الفريزر لمدة 4 ساعات او اسيبه تحت في التلاجة ليلة كاملة. في اللي هيحب ياكله متلج في الفريزر عشان ايس كريم، وفي اللي هيحب ياكله يكون طري شوية. ان شاء الله يعجبكم، حلوة جدا مش مكلفة، هتعجب ضيوفك وهينبهروا بيكي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وشير ودعوة حلوة من القلب، وقولولي نفسكوا تاكلوا ايه، وهستنى تعليقاتكم وكمان دعمكم ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.